ايه يا كارمن مالك؟ انا مش فاهماك بجد يا حسين. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ يعني في الاول تطلب مني اني اشتغل معاك، ولما ارفض تروح تطلب من عمر. هو في ايه بقى؟ ما تجيب من الاخر. لا، الحقيقة يعني المفروض ان انت اللي تفهميني. يعني ايه اعرض عليه انه يشتغل عندي ويجري عليكي ويقول لك ليه؟ هو انت بقيتي المستشارة بتاعته ولا اي حاجة ما بيقدرش يخبيها عنك وبيقولها لك على طول؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ تقصد ايه؟ انا ما اقصدش حاجة، انا بس بسألك عشان عايز افهم. ايه عمر ده اللي لسه جاي الشغل ما بقالوش يومين يجري عليك ويقول لك كل حاجه؟ بيقول لي كل حاجه ايه؟ ده بيحكي لي على اعتبار انك جوزي، وهو كان مكسوف وهو بيرفض. وبعدين بقى تلميحك ده مش مقبول، ومش هفضل كل حاجه في حياتي ابررها. صح، يعني لما يبقى في راجل غريب بيتكلم مع مراتي في حاجات شخصيه مش مفروض ان انا اسال عن اي تبرير. لا، غلط طبعا، غلط. طب ما هو كده بقى برضو انت مش من حقك تساليني انا ليه طلبت منه انه يشتغل عندي، لان على الاقل ده شغل. وبعدين حسب ما فهمت من كلامك كده ان انت ما بتحبش حد يتدخل في شغلك. هو ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ وقلت لك تلميحك مش مقبول. لا يا حبيبتي، ده مش تلميح، دي حقيقة. بص، انت بقيت شخص غريب. إيه؟ انت زودتها قوي وانا جبت اخري. ده ايه ده؟ ها، انا اللي غريب وزودتها قوي. ليه كده يا حسين؟ طب والله العظيم وحشني يا راجل، بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض. والله وانت كمان يا امجد، انا ببعت لك السلام مع عطيه. وصل يا باشا. انا كنت قاعد بكلم مع عطيه وكلمنا انا وهي في موضوع كده، وهي شجعتني وقلت اجي اتكلم معاك انت الاول. لا خير ان شاء الله. وبعدين يعني انت عارف طالما هي شجعتك انا في ظهرها، دي حبيبه خاله. انا بصراحه عايز ارجع لهانيا. انت عارف ان علاقتي بيها حتى بعد الطلاق كويسه جدا، وتيا كبرت وعايزها تبقى متربيه بين ابوها وامها، وخصوصا ان هانيا ما اتجوزتش ولا ارتبطت لحد دلوقتي. يعني والله اللي انت بتقوله ده عين العقل.